السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. معكم أخوكم حسن الغامدي، أحد المشرفين في مجموعة الشاق عالم الطيران. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع أو سؤال تكرر كثير للمجموعة، وهو عن حقيقة عدم السماح للطائرات بالطيران فوق مكة المكرمة. أحد الأسباب اللي انتشرت في السوشيال ميديا أنه مكة المكرمة وبالذات الكعبة فيها مجال مغناطيسي أو فوقها مجال مغناطيسي لا تستطيع أي طائرة تتحمله. أحد الأسباب الأخرى اللي ذكرت كانت وجود فراغ هوائي، يعني ما في هواء هنا فوق الكعبة، وبالتالي ما تقدر تطير أي طيارة أو أي طير فوق الكعبة. بالإضافة إلى أسباب أخرى عديدة لا يمكن حصرها الآن، ولكن كلها خاطئة مع الأسف. نظرة سريعة على الشارت أو الخريطة، هنا مطار جدة، وهنا الطائف، وهنا منطقة مكة. لاحظوا عدم وجود أي ممرات جوية تمر في المنطقة هذه، والسبب أن هذه الدائرة هي منطقة بروهيبيتد اريا أو ممنوعة الطيران، محظورة الطيران، اسمها أوسكار إيكو بابا 01. شارت ليجند يشرح لنا كثير عن المناطق هذه. شوف في كذا منطقة، هذه من الجراوند إلى 5000 قدم، هذه تبع مكة من الجراوند انليمتد، يعني من الأرض إلى ما لا نهاية في السماء. طبعا كلنا نعرف أن منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة فيها مناطق محرمة ما يجوز دخولها لغير المسلم، عشان كذا لما تروح بالسيارة تلاقي أنه فيه لوحة زي هذه، غير المسلم لازم يطلع من هنا. الطائرات طبعا أنتم عارفين وضعها، فيها من كل الجنسيات ومن كل الديانات، المسلم المسيحي السيخي البوذي إلى آخره، وبالتالي طبعا لا يمكن لغير المسلم أن يحظى بشرف أن تطأ قدمه هذه البلاد المقدسة أو أن يمر عبر أجوائها. السبب الآخر طبعا كلكم عارفين أن مكة تقع في منطقة جبلية، وعارفين أثر الجبال على الصوت، الصدى والإزعاج والتشويش على الناس اللي تأدي المناسك. وكل هذه أشياء ما تليق بالمكان المقدس هذا اللي يحتاج للروحانية والسكينة والخشوع. كان هذا شرح مختصر جدا عن سبب عدم السماح للطائرات بالمرور فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة.